برونتو اف ام. برونتو اف ام، صوتك سابق بخطوة. يا مساء الخير على أحلى ناس في الدنيا، أتمنى تكونوا بخير ومبسوطين ويومكم حلو ودايما غزالتكم رايقة. معاكم ميار مجدي وبرنامج الغزالة رايقة على راديو برونتو اف ام، صوتك سابق بخطوة. لسه هتحلى والله، بكرة مسيرها تروق، وسيبك انت كله هيتعدل وتروق. بيعدي علينا أوقات كتير بنتمنى حاجة تحصل ونبقى هنموت عليها وشايفينها آخر أمل لينا في الحياة، وبعد صبر ومعافرة تتحقق ونفرح، أو ما تحصلش فنحزن ونشوف إن دي نهاية الدنيا عشان إحنا بشر. وفي الوقت ده مش بنشوف قدامنا غير إن الحاجة دي هي اللي هتسعدنا، وبيبقى قدامك حاجة من اتنين: يا تسلم للي كتبه ربنا ليك من كتر ثقتك في إن ربنا ما بيكتب لناش غير الخير، أو إنك تكون ناقم وترفض وتدمر حياتك وبننسى عظمة ربنا، وإن ربنا فوق كل شيء، وإن ربنا دايما مقدر لك الأحسن، وإن كل حاجة من ربنا خير، وإنه شايف إن اللي انت حاسس إنه هيساعدك ده في نقمة كبيرة عليك، بس انت حساباتك بتكون مختلفة وبتيأس عشان بتكون محتاج تفهم ده محصلش ليه. بيقولوا إن في حاجة اسمها الأخذ بالأسباب، بس جنب إن في أسباب تقولك افقد الأمل وما تتعشمش، ومادام الحاجة اللي بتتمناها ما حصلتش يبقى إيه هيتحقق تاني، وعيش أصلا عشان إيه. في حاجة اسمها حسن الظن بالله، التفاؤل وتوقع الخير والتوكل على الله ليهم سحر رهيب. انت بس لو قلت يا رب أنا هحلم تاني واتمنى واتعشم وهسعى واكمل لحد ما انت تأذن بالوقت المناسب، هتتفاجئ من عظمة ربنا، ان الوقت ده قريب جدا، وان ربنا اختاره عشان تفرح اكتر ويعوضك اكتر عن صبرك. مفيش حاجة عند ربنا بتضيع، لو اتحققت افرح واشكر ربنا، ولو ما اتحققتش اعرف ان ربنا فداك بيها من حاجة وحشة اكبر كانت ممكن تحصل لك، او ان ربنا هيحوش لك صبرك على ابتلاء ان الحاجة دي ما حصلتش ويجازيك بيه في الجنة ويرفع عنك اخطائك. هيعوضك، وهتفتكر الفترة دي في حياتك وقد ايه استنيت وعفرت عشان توصل، وتلاقي نفسك عايز تكمل وتوصل اكتر واكتر. في حاجات بنتمناها بتكون مستاهلة قوي اننا نصبر عليها ونطلب من ربنا مرة واتنين وعشرة، وربنا يسمعنا، ونؤمن ان ربنا عمره ما هيزرع جوانا رغبة عشان نوصل لحاجة ويعلقنا بيها إلا لو كان عارف انك هتوصل لها بس في الوقت المناسب، وان اللي مش بتوصل له ما بيكونش نصيبك من البداية. وربنا بيدينا اشارات كتيرة لده، بس احنا بنتغافل عنها من كتر تعلقنا بالحاجة دي. عدم التفاؤل والتفكير السلبي بيخلينا نرسم في خيالنا توقعات تتعبنا وتأذينا، وبيخلينا مستعجلين نوصل للنتيجة في الوقت اللي احنا شايفينه مناسب، ويخلينا نفقد الثقة في اللي أكبر مننا، اللي قادر يقول للكون كن فيكون من غير أي خطط أو حيل. كل اللي مكتوب لك هيجيلك لحد عندك ومش هيضيع منك ولا هيروح لغيرك. وتأكد إن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وإن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. كل اللي مكتوب لك بتاعك، انت بس اسعى واجتهد، وخليك واثق ان ربنا هيحطك دايما في المكان الصح وهيرضيك، ويبقى واثق انك مهما تهت ربنا هينور لك طريق لو انت عايز وعندك حسن ظن بالله. حتى لو مقصر، حتى لو بعدت، ارجع تاني، ربنا فاتح بابه، رحيم كريم، هيسمعك ويقبلك ويرضيك. حسن ظنك بالله هو مفتاح حل اي صعب، ولو قدرت النعمة دي وفهمتها صح هتقدر تستمر في الحياة وتتحمل الصعب وتتفتح لك الابواب المقفولة. اكتر حاجة ممكن تزعل انك خسرت لو ما قدرتهاش هو حسن ظنك بالله. وافتكر دايما مقولة الشيخ الشعراوي: لا يقلق من له اب فكيف من كان له رب، وتدعي القلوب بما تشتهي فيجيب الله بما هو خيرا له. اسيبكم تروحوا تعملوا حاجة تبسطكم وتروق الغزالة، واشوفكم على خير وسعادة الحلقة الجاية من برنامج الغزالة رايقة على راديو برونتو اف ام مع ميار مجدي. هتوحشوني، باي.